مشادة ما بين مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول ومحمد عبد الغني لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك. بدأت المشادة لما مرتضى منصور جه يركن عربيته ولقى عربية تانية راكنة في المكان المخصص لرئيس الزمالك. طبعا هنا سؤال كلنا هنسأله، طب هل هو مرتضى منصور أصلا رئيس الزمالك عشان يركن في المكان المخصص لرئيس الزمالك؟ ده سؤال كلنا محتاجين اجابه عليه بالتاكيد. فالمشكله بدات لما مرتضى منصور جه يركن عربيته في المكان المخصص لرئيس الزمالك ولقى ان في عربيه تانية راكنه مكان. طبعا العربيه التانية دي كانت عربيه محمد عبد الغني. فبيقوم مرتضى منصور وبينفعل على الامن وبيزعق معاهم وهو شايف ان هم ما ادوش واجبهم وسمحوا للاعب ان هو يركن العربيه هنا. هو مرتضى منصور على طول بيروح لتمرين نادي الزمالك وبيطلب من اللاعب او بيساله هو انت بتركن مكاني؟ تعالى غير مكان العربيه. طبعا اللاعب بيرفض ان هو يسيب التمرين ومرتضى منصور بيقول له وايه يعني ما تسيب التمرين؟ هو احنا جايبين ميسي؟ فبيرد عليه اللاعب ولا ميسي ولا بتاع، بس ما تكلمنيش بالشكل ده وانا مش هسيب التمرين واطلع. طبعا اللعيبه تدخلت وحلت الموقف وخلوا محمد عبد الغني يروح يغير مكان عربيته. هل بقى الموقف بينتهي على هذا او بيتقفل على هذا الوضع؟ لا، بيطلع علينا مرتضى منصور وبيقول كويس ان محمد عبد الغني مع عربيه BMW انا كنت جايبه وهو بيركب توك توك. يسكت محمد عبد الغني على كده؟ لا طبعا، يروح بعد التمرين يجيب توك توك يركبه ويتصور فيه وينزل الصوره عنده على الستوري ردا على مرتضى منصور. فحاجات كده غريبه، ضحك غريب بنشوفه بيخرج علينا من نادي الزمالك. رئيس نادي من المفترض ان هو معزول زعلان ان في لاعب راكن مكان رئيس النادي وبيقول ان هو ما ينفعش يركن هنا وان ده من حقه هو، على الرغم ان هو مش رئيس النادي حاليا. بينزل التمرين للعيبه على انهي اساس؟ بيأمر لاعب ان هو يخرج من التمرين على اي اساس؟ حتى وان كنت رئيس نادي باي حق برضه تروح تطلع اللاعب من التمرين؟ هل من المنطق ومن الطبيعي انك تروح تطلع اللاعب من التمرين؟ لو حاجه ضايقتني، حاجه زعلتني، ممكن بعد التمرين اتكلم مع اللاعب واقول له ان بعد كده ده مكان مخصص ليا ما تركنش فيه على سبيل الدعابه وعلى سبيل الهزار. ما هو عادي يعني، ايه المشكله لو ركن مكانك؟ في اي مشكله؟ ما فيش اي مشكله. فحاجه غريبه جدا شفناها طالعه لنا من نادي الزمالك وضحك في قمه مستوياته اننا نشوف مهزله زي دي ومشاده زي دي بتحصل ما بين رئيس معزول ولاعب جوه النادي. هل هنشوف المشكله دي ليها حاجه لسه جايه بالنسبه للاعب؟ هل هنشوف اللاعب بيمشي من الفريق؟ هل هنشوف اللاعب مثلا بيحصل له مشاكل جوه الفريق او بيقعد دكه او ما الى ذلك او تاثر عليه داخل الملعب؟ ده اللي هنشوفه في الايام الجايه. دي حلقتنا كده بتكون خلصت عن مشاده مرتضى منصور، مش عايز اقول رئيس الزمالك، ولاعب بنادي الزمالك في فريق كرة القدم محمد عبد الغني. حلقتنا خلصت، سلام.